بصي احنا اسفين جدا، بس حصلت غلطه مش مقصوده في السيستم عندنا. موتك ما كانش لسه ميعاده جه خالص، كان المفروض ناخد روح ست تانية ليها نفس اسمك بالظبط، بس الموظفين غلطوا وخدوا روحك انتي. فلو زعقت وقالت لهم طب رجعوني لحياتي وجسمي. فالمدير رد وقال لها المشكله ان الغلطه دي لو وصلت للمسؤولين الكبار هتبقى مشكله لينا، فاحنا قررنا نرجعك للارض بس مش في جسمك القديم، لان الجثه بتاعتك اتدمرت. في ست تانية هتعمل حادثه الليله دي، واول ما روحها تطلع هندخلك مكانها، وهتفضلي فاكره كل تفاصيل حياتك القديمه وذكائك وكل حاجه، بس هتصحي بوش تاني وعيله تانية وحياه مختلفه تماما ملكيش علاقه بيها. وتاني يوم الصبح فتحت عينيها لقت نفسها في سرير غريب، وبصت جنبها لقت راجل نايم. دي لو كانت محامية شاطرة جدا وذكية لدرجة تخوف، والكل في المحاكم بيعمل لها ألف حساب. وفي يوم دخلت مكتبها كان فيه أم وبنتها الصغيرة، والبنت كانت مكسورة وبتعيط، اتعرضت لاعتداء من زميل ليها في المدرسة، وكانوا جايين يطالبوا بحقهم وينقذوا اللي باقي من كرامتهم. بس الصدمة إن لو ما كانتش واقفة في صفهم، دي كانت محامية الولد المتهم، وبصت لهم بكل برود وقالت لهم كلمتين ملهمش تالت: ما عندكوش أي فرصة مكسب للقضية دي. وبدأت تخوفهم وتقول لهم إن أدلتهم ضعيفة، وإنهم حتى لو فكروا إنهم يرفعوا قضية المصاريف هتدمرهم ماديا. ومش بس كده، ده أهل الولد ممكن يقلبوا عليكم الترابيزة ويلحقوكم قانونيا بتهمة التشهير. فالأم وبنتها حسوا بالعجز والخوف وخرجوا من المكتب وهما بيبكوا ودموعهم على خدهم. ولو كانت عارفة ومتأكدة بنسبة 100% إن الولد ده مجرم وغلطان، بس ببساطة ما كانش فارق معاها، المهم اسمها، مكسبها وفلوسها. وبعد ما خرجوا